السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وثبتهم، اللهم امين. وحشتوني جدا، لينا فتره ما عملناش اي فيديوهات، حوالي 10 ايام لظروف خاصه. اعذروني على التاخير ده، بس ان شاء الله نعوض الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين. حابب النهارده اتكلم عن مباراه الاهلي، وانه فاتني كمان مباراه الذهاب مع سيمبا ما قدرتش اتكلم عليها للظروف الخاصه، ومباراه العوده بتاعه امبارح. بس الحمد لله رب العالمين الاهلي بيصعد لدور نصف النهائي ويتخطى عقبه سيمبا الصعبه جدا. بس في علامات استفهام كتيره جدا جدا على اداء النادي الاهلي وعلى اداء كولر. يعني كان مفهوم اداؤه يمكن في سيمبا قلنا يمكن بدافع، المهم انه طلع بمكسب هدف، وانه طلع كسبان من المباراه، مفيش تعادل مفيش خساره، وكان ظروف الارهاق واللعيبه وكده ومشاركه مع المنتخب، وكان عندنا اعذار ان احنا نقدمها لكولر يعني. لكن المباراه بتاعت امبارح في القاهره بعد راحه اسبوع، وانت بتلعب على ارضك وسط جماهيرك، مفيش كوره، انت ما مسكتش كوره، ما عندكش استحواذ، مفيش جمل، مفيش تغييرات لحد الدقيقه 85. فالموضوع كان مستفز جدا 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 لابعد درجه، وما استمتعتش خالص بالمباراه يعني. المهم انها بس عدت، وان احنا عدينا النص النهائي، هو ده اللي احنا استفدنا بيه وطلعنا من المباراه. لكن انا ما اعرفش بصراحه كولر عايز مننا ايه، بامانه انا ما اعرفش كولر عايز مننا ايه. ويمكن كولر بعد نهايه دوري ابطال افريقيا، اذا طلع من البطوله او اذا كمل وخد البطوله، انا اتوقع ان كولر مش هيكمل مع النادي الاهلي للاسف. انا بحب كولر جدا على المستوى الشخصي، وهو عمل معانا بطولات كتيره جدا، بس هو في الفتره الاخيره الراجل ده مش مركز معانا وتحسه بيعند. انا ما اعرفش مودست ايه اللي يقعد معاك 85 دقيقه من غير اداء نهائي، ما عملش اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه خالص، غير ان هو بس عمل الاسيست بتاع عمرو السولية بتاع الهدف. وضيف على ده كمان ان انت كمان طلعت خسران لعيب زي حسين الشحات، مصاب قدر الله ما شاء فعل. الف سلامه عليك يا حسين، ان شاء الله ترجع بالسلامه في اقرب وقت باذن الله رب العالمين. بس ان شاء الله رب العالمين تكون سهله وبسيطه وتمر ان شاء الله مرور الكرام باذن الله رب العالمين. بس انت فضلت ضاغط على اللعيبه، وفضلت تلعب باللعيبه اللي موجوده، وكان ممكن تغير حسين شحات، وكان ممكن تغير رضا سليم، وكان ممكن تغير ناس كتير جدا في الملعب من بدايه الشوط الثاني. كنت هتكسب واحد زي حسين الشحات ما كانش هيتصاب. لكن في الاخير نقول لجمهور الاهلي مبروك، مليون مبروك الصعود لنصف النهائي، وان شاء الله رب العالمين نشوف اداء افضل من كده في نصف النهائي، ونشوف مكسب باذن الله رب العالمين، ونصعد للمباراه النهائيه. واتمنى ان الثانيه عشر تكون في دولاب الاهلي السنه دي باذن الله رب العالمين. وبس كده، نشوفكم في مباريات تانية ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله مش هنتاخر عليكم مره تانية. شكرا ليكم، سلام.